على فكرة اهلي ما صرفوش عليا عشان اتكلم من غير لايكات وسبسكرايب وشير، بس لو عايزين كلمتين ابرك من 200 الفيديو ده هيوريك شخصية جديدة انت محتاج تعرفها. صباح او مساء الورد عليكم حسب التوقيت المحلي وانتم بتشوفوا الحلقة دي. انا ايمن انور وانتم دلوقتي مع صوت البراند. شخصية الحلقة دي من اخطر وامتع الشخصيات، شخصية المتمرد ذا اوتلو اللي بيشوف اليافطة مكتوب عليها ممنوع وهو يقراها اتفضل يا باشا برطع. اكتر اغنية بيحبها المنير بتاعت كل المفروض مرفوض. هو شايف ان النظام حلو مفيش كلام، بس هو موجود علشان يكسره، لان دوافع المتمرد هي الحرية، عاوز يحرر نفسه من اي قيود حتى لو جت على اللي حواليه. هو تمام مبدأه كسر القديم وابني لي من اول وجديد. ركزوا في الكلام لانه هيساعدكم تفهموا الشخصيه دي وهتفهموا مين من الناس بيحب الشخصيه بتاعه الاوتلو، لان مفيش شك ان الشخص ده كاريزماتيك جدا وشجاع لدرجه تخوف، ثورجي ومشاكس، وانت بتسمعه مش هيكون في بالك غير جملتين: يا سلام على صدقه، وفي نفس الوقت يا نهار ابيض على جرأته. تحبه عشان صدقه وتكرهه عشان مش فارقه معاه يرضيك، لكن مستحيل يتمسح من نافوخك. مش مصدقني؟ خش اتفرج كده على لقاءات محمود حميدة علشان تتعظ. طيب في اخر 5 سنين نقدر نقول انك عملت حوالي 10 لقاءات. بتحب تتكلم وتفضفض قدام الناس ولا الهدف مادي ولا ايه بالظبط؟ يعني بتطلع في برامج؟ انا اول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، عشان انا ابويا ما علمنيش ببلاش عشان اجي اتكلم معاكي كده وما اخدش فلوس. الأستاذ محمود حميدة هو الأوتلو كما قال الأخ كارل يونغ. مستحيل اللقاء بتاعه يتمسح من عقلك وقلبك. شوف كمية الميمز اللي اتعملت على حس اللقاء ده. وطبعا مش هننسى هارلي ديفيدسون بتوع All for Freedom Freedom for All بتاعت النهارده مفيش حكومه انا الحكومه. ما علينا، يعني لو مش ماشي حر هتبقى واقف زي العبد. ولا ديزل بتلعب دايما ضد المألوف وضد الترند. قول لي كمان انت شايف مين متمرد من البراندز وكمان شخصيات، ويا ريت تشاركوني ده في الكومنتس. وعشان نلم اللي فات ده كله في كام نقطه، شخصيه المتمرد هو التحرر من اي قيد ونظام، كسر القواعد عشان يثبت استقلاله، الهدم والبناء من جديد علشان اصلاح الموجود ده مش اوبشن موجود عنده. طبعا هو ثورجي مشاكس وجريء، كاريزما قويه بس مش سهله، شجاع لحد التهور، مش بيخاف يقول لا، بيكسر التابوهات كانها لعبه. اكتر حاجه ممكن توقفه او تخليه خايف ان يتصير عليه او انك تحطه جوه نظام او هو يحس ان هو عادي زي الباقيين. الرساله اللي بيوصلها ان العالم ده مش عاجبه، ما انا هنا عشان اغيره. في البراندز هو طبعا كسر المألوف، بيستفز عشان يبان، بيتكلم بلغه احنا مش زيكم. الشعار بتاعهم هو القوانين اتعملت علشان نكسرها. وطبعا ما تنساش بقى تسبسكرايب وتلايك وتسيب لي كومنتس وتدوس على الجرس عشان انا ايمن انور وانتم كنتم مع صوت البراند.